لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. منافس صعب اليوم بعد تعادل الجولة الأولى من مستقبل الرياضي بجابس. الاتحاد صعب وأمام الجمهور، أمام جماهير الترجي الرياضي التونسي. 90 الرياضي المنسيري في المباراة رقم 100 في لليمين خطيرة جدا، إمكانية العرضية والكرة طالت عن طريق كوناتي والتمريرة لبن حميدة وعرضية بن حميد. بليلي نفذ المخالفة، يطلع يطول الكرة يسرف الجبري والحارس والنادي الصفاقسي يعني صالة وجال الظهير الأيمن للترجي دار السلام. الكرة في العمق للترجي خطيرة والفرصة والكل شباك يا عبد السلام الحلاوي. كوناتي والتمريرة وكوناتي واللمسة وبحث عن الحل. شوف ياسين مريح المدافع المحوري يلعب واللمسة اليسار بن حميد. إمكانية العرضية والترجي على المستوى الهجوم. منتظر رأسية في القائم الأول خطيرة ومقتول. اتحاد منسير الإعادة مرة أخرى مع محمد الأخيرة بين الفريقين محمد بن علي، لكن لعناصر الترجي الرياضي تلعب الكرة والمخالفة في القائم الثاني طالت والكوير. هاي الكرة اتحاد، هذه كرة ترجع من عبد الرحمن كوراتي، يراوغ وصل الكرة اليمين إلى محمد بن علي، التوزيع الكرة إلى عبد الرحمن كوراتي والهدف. ولية نموذجية مدرسة، 3 تمريرات واحد بلاش للترجي. عبد الرحمن كوراتي الاتحاد الرياضي المنسيري وسط فرحة يحور التمرير الذكية لمحمد بن علي في الاسيست، سحب الاسيست. وعبد الرحمن بدات من مريح في التحذير في الظهر لمحمد بن علي، يحضر في طبق باسيست العب الترجي. شادي لقى الحل وقت اللي طلعت كورتو سكنت الشباك. تتغير النتيجة في ملعب حماد العاقل ببيرة. أكيد أيضا لن يرضى بنتيجة مخيبة أيضا أولا. والعرضية والراسية والحلاوة نتائج للوراء يقطع الكرة واللي صار خطيرة للترجي. العرضية والتوسيعة وبالراس الكرة الأخيرة. التوسيعة كانت من شهاب الجبالي وتعود بتوسيعة والتدخل من الحرسي. التوسيعة والكرة تضرب في الدفاع ثم ترجع بالراس والتسديدة والكرة جانبية والمحاولة صعبة على دفاع الاتحاد والمرور من البليلي والامكانيات وبالكورة بالكعب لكوناتي. كوناتي اللي صار التوسيعة الراس على الاتحاد المنسيري. هاي الكرة مرة أخرى كوناتي وتوسيعة استحقاقات وخاصة على مستوى الانتدابات. هذه كرة طويلة في اتجاه والشهاب الجبالي أحد لاعبي السابقين للاتحاد المنسيري. والكرة يمين لشهاب الجبالي، شهاب الجبالي يمر، شهاب الجبالي يرفع الكرة يعني الكرة اللي صار لشريف بوديان. شريف بوديان التصويبة، شريف بوديان يعني الايام القادمه هي اللي باش تعطي الرسمي بالنسبه لمغادره الحازي. محمد بن علي يطلب في الكره في الظهر اشرف الجبري. محمد بن علي يغير الى عبد الرحمن، يمر محمد امين بن حميده في قدامه يرفع الكره يطلع بالراس. الضغط من عثمان دياني، يطلع بالجبالي يرجع الكره يحاضر من جديد بن حميده الى يوسف البليلي. يوسف البليلي التوزيع على يوسف البليلي يرفع الكره الى محمد امين توقاي بالراس. التدخل اخوي كان مع عبد من الجزائري يوسف البليل، يطلع توقاي يطلع مع هاي التدخل الاخير بالبوكسينج خذا الكره مش بالمتلوي. اعتماد في مباريات الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم الموسم الماضي كان للثنائي امامكم. التدخل الاخير كان ما بينه يوسف البليلي يدخل منطقه الجزاء والتدخل. بس يشوف العمليه 1-2 الجبالي البليلي يخترق دفاعات. هذه كره من جديد في عكس الهجمه وفارات ومهاري يوسف البليلي في المراوغه الاخيره. يوسف البليلي يدخل منطقه الجزاء تصوب والحارس يوسف البليلي قيمه ثابته، قيمه ثابته. تصويبه شوف يدخل منطقه الجزاء. الاتحاد المنسيري كان ابرز المنافسين على البطوله والحوار. هو أكثر فريق توج البطولة والكاس. تلعب الكرة ولكن مقطوع، وهذه الكرة والإعادة لمحاولة اللي كان فيها الترجي أكثر واقعية. هذه كرة ترجع من جديد والكرة في الظهر لأشرف الجبري، تمريرة ممتازة لمحمد أمين الحارسي إلى معز الحاج علي، يرجع لتأمين التغطية الدفاعية. محمد أمين توقاي يفك له الكرة، معز الحاج علي، معز الحاج علي الشيخاوي. هاو الكرة وهاو الحوار. أيمن الحارسي يدخل منطقة الجزاء، أيمن الحارسي التحذير، كرة على العارضة في البليلي يستعين بمهاراته يبحث عن محمد أمين بن حميدة باش يصوب. محمد أمين بن حميدة قادر محاولات عملية ثنائية. الحارسي يشوف التحذير المحمد عزيز عبيد، تشوف العملية ثلاثية حضرها الحرزي 29 مباراة
11 هدف ليه من الناحيه المنستيري امام الترجي. الكره خطيره لليمين والفرصه ترجيه العرضيه وامكانيه هذا التعادل ممكن. هدف التعادل الاتحاد المنستيري يوسف العبدلي القناص يسجل الاتحاد المنستيري. كانوا والاعاده في خطا خيره وافتكاكه وقيمه معز الحاج علي واي تمريره واي مرور واللعب المنستيري. مباراه واعده قلنا منتظره والكره ترجيه ورد الفعل سريع منستيري. اي كوره يا يوسف اي تمريره واي افتكاك من معز الحاج علي. فني كبار العبدلي فنان ولكن عينك على التمريره زاده عينك على التمريره في واللقطه الفنيه تقريبا. هيثم ذو يراوغ هيثم ذو يحاول يدخل مناطق الاتحاد بلمسه الكره الى عبد الرحمن كوناتي مقتل يدخل مناطق الجزاء شهاب يخرج الكره حبيب الكونغولي دولي منذ 2000 موريتاني. كره من جديد ياسين مرياح التمرير توغاي اوريتس الاتحاد لفتح الثغرات الاتحاد الرياضي المنستيري. هذه اللحظات ابراهيم كيتا يرفع الكره ابراهيم كيتا الكره الى محمد امين بن حميده مصوش الكره الى هيثم ضو مقطوع 1-2 يلعب مع محمد امين توغاي التوزيع توغاي الكره التماس يراوغ شياب الجبالي يدخل منطقه الجزاء شياب الجبالي يرفع الكره التوزيع. اكيد لن يشكل هذا الموسم اختلاف على بقيته. الكره تماس طويل في منطقه الترجي التونسي مقطوعه بالراس بالمناسبه والعمليه تتواصل الاتحاد والكره للجهه اليسرى والكره في انتظار العرضيه والكره ترفع مباشرة أصدقاء هكذا كملخص هذه مباراة فريق الترجي التونسي اليوم ضد ضيفه فريق الاتحاد المنستيري في الجولة الثانية. مباراة كانت شيقة بين الفريقين. فريق الترجي التونسي قدم مستوى لا بأس به أمام فريق الاتحاد المنستيري. أيضا صراحة بداية السنة صراحة غير جيدة لفريق الاتحاد المنستيري. أيضا أداؤه باهت في هذه المباراة. الترجي التونسي ما زال مستمر في تحسن في الأداء مباراة بعد مباراة. كيف شفتوا المباراة الأولى كانت أمام مستقبل قابيس كانت مباراة سيئة لفريق الترجي التونسي. اليوم مباراة لا بأس بها أمام فريق الاتحاد المنستيري فريق محترم. أيضا الأصدقاء هكذا كان الملخص. نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الملخص اللي قدمنا لكم اليوم. متنساوش تدعمونا بواحد لايك الفيديو وأيضا اشتركوا في القناة وبارطاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش يشاهدوا الملخص. واذا ان شاء الله يشاهدوا جميع الملخصات القادمه لفريق الترجي التونسي في قادم المباريات ان شاء الله. اصدقاء ديالي ما نطولش عليكم، نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.